بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد حلو جدا جدا. الولاد يا جماعه كانوا عايزين مني كنتاكي، فقلت لا انا مش هروح اجيب كنتاكي، الوجبه واصله 400 جنيه ولا 500 جنيه. احنا هنعمل الكنتاكي في البيت احسن واضمن من بره بكتير. حتى ضامنين الفراخ اللي معموله في الكنتاكي اذا كانت حلوه عيانه وحشه ايا كان، وبطريقه حلوه جدا جدا يا جماعه. واهم حاجه الطعم والنظافه، تمام كده. طبعا احنا معانا فرخه يا جماعه، هي يستحسن تكون فرخه كيلو وربع او كيلو ونص، بس الفرخه دي يا جماعه 2 الا ربع، وزنها 2 الا ربع. انا اللي كنت مربياها في البيت. فطبعا مسكتها كده نضفتها وغسلتها كويس جدا جدا، وطبعا هنقعها كمان بعد ما اقطعها. انا شلت منها الجلد بتاعها، الجلد بتاعها ملوش اي لازمه خالص. انت ممكن تعمليه بالجلد بتاعها، بس يفضل ان انت تعمليها من غير الجلد. تمام كده. قطعت كده الوركين على 4، وقطعت كمان الصدر الجناح لوحده والقطعة بتاعة الصدر على 3. وممكن تقطعي زي ما هقطع كده الصدر التاني. تاخدي كده الجناح ياخد حتة كده من الصدر، والبقية الصدر التاني على قطعتين زي ما هعمل دلوقتي. تمام كده اهون. هي طبعا لسه ما اتغسلتش، بشيل طبعا الرقبه، مش لها اي دور خالص. ممكن تحطها في كيس في الفريزر وانت بتسلقي فراختك بتضيفيها معاها. فانا طبعا شفتوا ده الجناح، اخدت حته منه جزء كده من الصدر كده زي ما انتم شايفين، وهقطع بقى بقيه الصدر على 2. بعد كده يا جماعة، بعد ما قطعتها كده زي ما انتم شايفين، هاخدها اغسلها كويس جدا وهنقعها في ليمون وملح وخل وشوية دقيق او معلقة طحينة، شوية جنزبيل، ممكن تحطي طماطمية وتفركيها بعد ما تغسليهم كويس جدا، وتنقعيهم كده لمدة نص ساعة كده ولا حاجة. لازم يكونوا ايه، مفهومش زفارة نهائي. معايا بقى العجينة بتاعت الكنتاكي، كوباية ونص دقيق، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من بهارات الفراخ، كمون، كزبرة، فلفل اسود، توم بودرة، بصل بودرة، كاري، زعتر وروزماري ورشة قرفة ورشة جنزبيل، وكمان معايا بابريكا. تمام كده. وطبعا معانا الملح. معانا كمان يا جماعة حوالي معلقتين من الخل. الخل يا جماعة هو اللي بيخلي الفراخ بتاعتك تطري، هو واللبن. هنحط كوباية لبن زي ما انتم شفتوا كده في الأول، وممكن نبدلها بكوباية زبادي، وتكملي بقية العجينة بتاعتك بالمية عادي. تمام كده. أو ممكن تكملي العجينة كلها، تحطي كوباية زبادي وتعجني بالمية أو تعجني باللبن، براحتك يعني، لك حرية الاختيار. بس لازم العجينة بتاعتك يكون فيها لبن أو زبادي عشان طبعا يطري اللحم بتاعي. وهافضل افرك اضرب فيها كده زي ما انتم شايفين، او هدوبها كويس لغايه لما تبقى زي عجينه الكريب، او اتخن شويه من عجينه الكريب، اتخن شويه يعني بصوا، ما بين الكريب والكيكه، ما بين عجينه الكريب وعجينه الكيكه كده زي ما انتم شايفين بالقوام اللي انتم شايفينه ده. تمام كده. دلوقتي كده الخلطه بتاعتي اصبحت جاهزه. ممكن لو انت مش عندك بهارات فراخ تضيفي مكعب مرقه ماجي، بيقوم بنفس الغرض يعني. تمام كده. وتحطي طبعا رشة جوز الطيب لو موجود عندك. بصي ظبطيها كده بالبهارات، وخليها تقعد كده قبلها بليلة في البهارات، هتحس بالطعم ملوش حل. في ناس بتحب تضيف بيضة، بس انا ما بضيفش بيضة الصراحة. وطبعا الفراخ بتاعتنا شايفين بقت عاملة ازاي، بقت عاملة زي الفلة كده زي ما انتم شايفين، بيضة خالص. بمسك كده الفراخ بتاعتي افتحها، بخلي السكينة كده توصل لعند العظم، علشان طبعا ده بيسهل في عملية السوا، وبيخلي كمان الفراخ تشرب من التتبيلة بتاعتي. الكنتاكي يا جماعة عبارة عن لحم طعمه حلو، وكمان كفر ويكون هش ومقرمش. تمام كده. دي طبعا القطعة بتاعت الصدر كده زي ما انتم شايفين. بصوا الفتحات اللي انا عملتها ديت بتخلي السوا كده، التتبيلة والسوا يدخلوا لجوه. وبصوا ده بقية الورك زي ما انتم شايفين، فلة كده زي ما انتم شايفين. وهحطها في التلاجة طبعا، وهستعملها تاني يوم، او على الاقل 3 4 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات. او ممكن تعملها من الصبح وتتبليها من الصبح وتسيبيها لاخر النهار، برضو بتبقى حلوة معاكي. في ناس بتحب تتبلها بالبهارات الاول، بعد كده تحطها في الخليط او في العجينه ديا. وفي ناس بتحطها في العجينه على طول. انا بعملها بالاتنين، احيانا كده واحيانا كده. بصوا الفراخ بتاعتي متغلفه كده تماما. هغلفها طبعا بستريتش غذائي، وهحطها في التلاجة عشان طبعا الريحه بتاعتها مش تكرف. وعايزه اقول لكم ان الثوم بودره والبصل البودره بيخلي ريحتها نفاذه جدا جدا حتى وهي متبله. تمام كده. جهزنا الفراخ. هنجهز بقى الكفر الخارجي، وهنحط نفس البهارات اللي حطيناها في العجينة بتاعتنا اللي هي، بس ده هنحط بقى ربع معلقة من كل حاجة، توم بودرة، بصل بودرة، هنحط كمان كمون وكزبرة وفلفل اسود، رشة جنزبيل، بابريكا، كركم، رشة كاري. وممكن تضيفي كمان رشة كركم لو موجود عندك، حبة صغير جدا من الزعتر والروزماري، وطبعا الجنزبيل. وهنضيف كمان
معلقة صغيرة من البيكنج باودر و2 معلقة من النشا، دول أساسي يا جماعة في الخلطة بتاعتنا. يبقى بنضيف نفس الحاجات اللي ضفناها في العجينة، بس طبعًا بدل الليمون والخل بنحط طبعًا بيكنج باودر، وبنحط كمان معلقتين من النشا، تمام كده؟ وطبعًا ملح، بنحط ملح في الاتنين، في الدقيق ده اللي هو السايب والدقيق كمان الناشف. بُصّوا التتبيلة بتاعتنا بعد ما اتبّلت الفراخ بتاعتنا بعد ما اتبّلت كويس جدًا، جدًا، بنشيل كده الفراخ بجزء كده من العجينة اللي عليها أو من الصوص ده كده زي ما أنتم شايفين، وبعد كده بنغلّفها بالدقيق أكتر من مرّة، بنفضل كده نحُط فيها كل ما تتشرّب نحُط تاني، ويُستحسن تسيبيها كمان دقيقة وترجعي كمان تحُطّي عليها الدقيق. أهو كده زي ما أنتم شايفين يا جماعة بُصّوا الخشانة أو الخَترشة اللي أنتم شايفينها ديًّا، هي ديّة طبعًا اللي بتعمل الطبقة في الزيت، تمام كده؟ أهو كده جهّزتها كده زي ما أنتم شايفين، ممكن تحطوها كده في الزيت على طول، بس الزيت بتاعِك هيغمق منِّك والدقيق هينحرق منِّك، فأنتِ هتعملي الخطوة اللي أنا هاعملها دلوقتي. طبعًا الكنتاكي يعني زيت غزير، فأنتِ حاولي تضيّقي الوعاء أو تضيّقي الطاسة اللي هتعملي فيها، إن كان حلة صغيرة، إن كان طاسة صغيرة، عشان طبعًا مش تاخد منِّك زيت كتير، وطبعًا الزيت ده مش هينفع تستعمليه تاني لإنه بيغمق منِّك، تمام كده؟ بُصّوا الفراخ بتاعتي كده زي ما أنتم شايفين، باحطها كده في المَيّة وأطلّعها على طول. ممكن تعمليها كده وترجعي تحطّيها في الدقيق وترجعي تحطّها تاني، بس الخطوة ديّة بيخلّي الزيت بتاعِك نضيف، ما بيخلّيش فيه أي ترسُّبات من الدقيق يا جماعة، فأنتِ لازم تحطّيها كده في المَيّة وتطلّعيها علشان طبعًا تطمّني إن الدقيق ما يوسّخش الزيت بتاعِك أو يغيّر لونه، تمام كده؟ طبعًا الزيت بتاعِك بيكون سُخن وبتض بتعل بت بت بتنزّلي درجة الحرارة للنُص، تمام كده؟ الزيت ساخن بس طبعًا الفراخ بتستوي على درجة حرارة وسط أو واطية شوية يعني هادية، علشان طبعًا نتأكد إن الفراخ تستوي من جوّه، لإن الفراخ بتاعتنا نيّة، تمام كده؟ في ناس بتحب تسوي الفراخ ديّة نُص سوا الأول، وبعد كده تعمل لها العجينة ديًّا، وبعد كده تعمل لها الدقيق أيًا يكن، بس بالطريقة دي الطريقة الأصلية يا جماعة للكنتاكي، دي الطريقة الأصلية للكنتاكي. عايزة أقول لكم إن الكاميرا والإضاءة ظالمين في الكنتاكي جدًا، جدًا، هو في الحقيقة يا جماعة أفتح من كده بكتير يعني. تمام كده؟ فأنا طبعًا في الرصة التانية حطيت 3 قطع عشان كده مسكوا في بعض، لكن أنا هافككهم من بعض خالص من غير أي طبقة ما تتأثّر خالص إن هي كانت لازقة، تمام كده؟ بُصّوا اللون بتاعها ممتاز يا جماعة، ممتاز. طبعًا بتغطّي عليها عشان تضمني إن هي تستوي بسرعة أكتر، ويكون طبعًا البخار بيسوي الفراخ من جوّه وزي ما أنتم شايفين في ناس بتقول ممكن لمّا تغطّيها الفراخ بتاعتِك بتطرى، لا خالص والله العظيم مش بتطرى، بتفضل مقرمشة جدًا، جدًا، ومهما تفضل فترة طويلة بتفضل مقرمشة. أنا يا جماعة سويت كده جزء منها كده زي ما أنتم شايفين، والجزء التاني طبعًا حطيته في التلاجة وهاسوي بالطلب، عشان طبعًا إحنا بنحبها سخنة ما بنحبهاش باردة، تمام كده؟ فزي ما أنتم شايفين خشنة جدًا، جدًا، ومقرمشة خالص، مقرمشة يا جماعة من برّه جدًا وطرية زي الزبدة من جوّه، والتتبيلة كده واكلة التتبيلة بتاعتها ما شاء الله. بُصّوا عايزة أقول لكم إن هي سخنة خالص مش عارفة أفتحها، بُصّوا البخار أهوًا، زي ما أنتم شايفين ما شاء الله. الفراخ يا جماعة مستوية، الحتة اللي أنتم شايفينها لونها غامقة في اللحم ديّة عشان طبعًا أنا فاتحة الفراخ من الناحية دي كده زي ما أنتم شايفين، بُصّوا أهيًا، حتى هتحسّوا إن الحتة اللي كانت تحت الكفر بتاع الكنتاكي محمّرة، تمام كده، مستوية جدًا يا جماعة ما شاء الله تحفة خالص، أهيًا، دي القطعة التانية بتاعة الصدر التانية، بُصّوا، بُصّوا أنا حبيت أورّيكم القطعة دي بالذات عشان بيكون اللحم فيها كتير، فعشان تتأكدوا إن الفراخ بتاعتي مستوية. الفراخ يا جماعة لازم تستوي 100% يا جماعة، 110% كمان، ما ينفعش تستوي نُص سوا الفراخ بالذات، أنتِ ممكن تاكلي اللحمة نُص سوا، لكن الفراخ ما ينفعش خالص تستوي نُص سوا. طبعًا عملنا رز الريزو واللي هو الرز الأصفر، وكمان عملنا كمان الكنتاكي كده زي ما أنتم شايفين وحطينا كمان عليه كاتشب. عايزة أقول لكم إن في اللحظة ديّة كانت رُقيّة بتقول: "أنا أحبه يا ماما، أنا أحبه، هاتي لي واحدة أنا أحبه." يعني بتحب